بسطيله زوينه بزاف والرائعه غادي نديروها معكم اليوم. ومعايا هاد البسطيله الرائعه اللي انا ولات عندي معتمده. ما بقيتش كندير ديك البسطيله الكبيره وما كيعجبنيش ناكلها حتى عند الناس، كتجي كبيره وكتجي كتبرصدك شويه في الماكله. جات زوينه وخاصكم نتوما تجربوها لانها هي الطريقه الوحيده اللي غتخليك انك تبغي تبداي تصوبي البسطيله عندك في الدار وتبغي تعمليها لوليداتك، ما تبقايش ديريها غير في المناسبات. هنايا ندوزو المقادير اللي هو غيكون اول حاجه الزيت. غندير ناخد نص كاس ديال كاس العنبه ما عامرش، غادي ديروا نص زيت بلديه ونص زيت العاديه. غندوزو هنايا العطريه اللي هي السهله، الملح وشويه ديال القرفه، الابزار اللي هو الفلفل الاسود والكركم. وغادي نعملو حتى الزنجبيل. الكركم اللي هو اللي كيكون عرق وكطحنوه عند العطار. وغنحتاجو القزبر والمعدنوس اللي كيكونوا مقطعين طريفات صغار، والبصل احتاجيت هنا تقريبا 6 حتى 8 البصلات على حسب الحجم ديال البصل ديالكم. عندكم بصل كبير خذوا 5. واحتاجيت الفخود ديال الدجاج، انا عملت الفخذ كامل ما عملتش دجاجه لانه الصدر ما تيجيش، كيجي ناشف ما تيجيش زوين في البسطيله على اعتقادي انا. حيت ليه الجلده وغادي نبدا المرحله ديال الطياب دابا. ناخدو واحد الكوكوط، انا ما سديتش الكوكوط، انا غير حطيت الكوكوط باش نطيب فيها. يعني تقدروا تحتاجوا طنجره اي حاجه هي تكون كتسد، ماشي بقله لانها خاصها تسد، خاصها غير تحطوا فيها الغلاقه ديالها. غادي نحطوا الدجاج على هذا الشكل. انا درت الدجاج بزاف حتى شاط ليا، مش مشكل، كندير به سندويشات وكل شيء. غادي نحطوا هذا الدجاج في الطنجره اللي حيدت منه الجلده ورقدته في الماء والحامض ولا الماء والحامض والملحه والسكر، على كل واحد كيفاش العاده ديالو انه كيرقد الدجاج قبل ما يخدم به باش يحيد منه جميع الشوائب والزفوريه ديالو. هنا مني حطيت الدجاج غادي تشوفوا ساهله. غنحطوا البصله. هاد المكونات موجوده في كل دار، تولي عندكم بسطيله حاجه عاديه تحطوها للوليدات، تحطوها في العيد ميلادات، تحطوها في المناسبات. جا عندكم شي واحد تحطوها في المجمد. يعني هاد الطريقه هذه غتخليكم ان البسطيله ما غيبقاش واحد الطبق اللي هو غير في العراس ولا في المناسبات الكبرى. وحتى ديك البسطيله الكبيره ما تجيش زوينه في الطياب في الماكله نقول. هنا غنحطوا جميع العطريه. يعني شنو عملنا البصله كلها والقزبر والمعدنوس، وغنحطوا العطريه اللي تكلمنا عليها كامله. وغادي نخليوها تشحر شويه. البصله غادي تطلق الماء ديالها في واحد النار هادئه. هنا بعجاله غنقول لكم انني اللوز غادي سلقته وقشرته على هاد الطريقه هادي، حيت ليه الجلد ديالو. هنا غنوريكم بان شوفوا انا ما حركتهاش، خليتها طلقات مزيان. ودابا غنحرك هادشي كامل العطريه كلشي غنحركو، لانه الا درت العطريه في الاول تقدر تلصق ليا. اذا خليت العطريه حتى بدات تسخن المرق ديالي عاد باش حركتها. وزدت فيها هنا واحد الكاس ديال الماء، ما بانش في الفيديو ولكن زدت كاس ديال الماء. صافي زدت كاس ديال الماء وخليتها ناقصه. وغادي نسد على هاد الكوكوط، غادي غنسد عليها بالغلاقه اللي كتجي معها. هنايا بغيت نوريكم هذه زدتها انا
كتعجبني في اي حاجه فيها ورقه البسطيله كنزيد شويه ديال الكابر. الكابر هو الكبار. هذا ماشي مشكل، تقدروا ما ديروش، غير انا كان موجود عندي قلت علاش لا. وهو تيكون معروف انه كيعطي واحد اللذه، واحد الحموضيه لجميع الوصفات اللي كتكون بورقه البسطيله. هانتوما شفتوا الدجاج ديالي هو كيطيب في الماء ديالو، كل مره كنوريه لكم باش تشوفوا انه ما شربش الماء ديالو، خاصو غير تنقصوا منه البوطه وصافي. غادي نخليه يطيب وغندوز للمرحله الاخرى اللي هي انني غادي نقلي هاد اللوز. دابا تشوفوا ما غاديش نقليه حتى يتحمر بزاف. وكيف ما كنقول ديما كلشي اذواق، اللي كيعجبو اللوز محمر بزاف يقدر يحمرو بزاف. انا في البسطيله يعني نصيحتي هي انكم ما تحمروهش بزاف باش ما يبقاش حبيبات يوحل شي واحد ولا شي دري صغير يوحل ليه ولا يلصق ليه في سنانه. يعني دهبوه شويه، انتما غتشوفوا اللون اللي هو زوين وثقوا بيا، هذا هو اللون اللي خاصكم تحصلوا عليه. غادي نحطه في المطحنه الكهربائيه بحال هذه، اي مطحنه عندكم باش تنيليه شويه. وغادي نحط 2 معالق ديال السكر كلاصي. غادي نطحنو مزيان على هذا الشكل. شوفوا كيفاش غيكون في هذا الشكل ببركه. ودابا تشوفوا غيجيكم زوين، ثقوا بيا هذه طريقتي وانا ما حطيتها في القناه الا وهي طريقه ما كيديروهاش الناس بزاف، وهذه هي الطريقه اللي كيجي بها زوين. شوفوا الدجاج طاب. مني طاب غادي نحيدو، غادي نحطو في واحد الطبق كيمشي للفرن لانه بدا كيتفرتات. اذا غادي نحطو في طبق الفرن وغادي ندير ليه شويه ديال الزبده ان شاء الله، وغادي نحطو في الفران غير شويه. هذاك التحميره ديالو غتعطيه واحد المذاق رائع جدا للبسطيله ديالنا ولي الدجاج ديالنا. دابا تشوفوا بغيتكم تجربوا هذا، ولا عفاكم الا بارطاجيتيو ولا درتوا ابوني غنكون انا ممتنه لكم. باش انني اي فكره جاتني يعني باغا نعطي في هذه القناه، بغيتكم تعاونوني باللي زابوني وبلي بارطاج. كنوريكم شي حوايج ما كيديروهمش بزاف في القنوات، يعني نصائح ليا مهمه، ماشي غير كنجي نعطي وصفه. انا هذه نصيحه مهمه كنقول لكم انكم غيروا. كاين شي حاجه كتبرصدك في الماكله، يعني البسطيلات هادو كيكونوا صغار، بهاد الطريقه هذه غادي تولي عندكم سهله وغتقدروا ديروها في جميع المناسبات الصغيره والكبيره ان شاء الله. وكيف ما العاده البسطيله الكبيره راها معروفه، يعني هذاك راه تقليد. هادو كتشوفوا لاصوص ديالي فين هي، يعني خليتها حتى نشفات ديك لاصوص اللي بقات ليا مني حيدت الدجاج، لاصوص ديال البصله والمعدنوس والعطريه. غادي نشفها. من نشفات غندير غير 2 بيضات، ما غنديرش بزاف. وخرجت ليا تبارك الله تقريبا شي 12 بسطيله ولا 14 بسطيله اللي خرجت لي لانه شاط ليا الدجاج. غادي نخلطها مزيان مزيان حتى كلشي عارف البيض كيتخلط مع لاصوص وكيولي على هذا الشكل هذا. كيبقى فيه شويه داك الزيت، ولكن داك الزيت اللي بقى فيه غادي نحتاجو. هنايا عندي كل شيء، عندي البصله مع البيض، عندي اللوز ديالي، وعندي الدجاج اللي خاصكم تشوفوه كي جا زوين. شوفوا غير حمرته غير شويه، ما ماشي قصحته، باش لقصحتيه ما غيجيش زوين وغيتقبلك ورقه البسطيله. وها هي الورق ديالي. انا عندي ورقه بسطيله كنشريوها من عند الاتراك. هنايا تقدروا ديروا ورقه البسطيله العاديه المغربيه. هنايا فرتت مزيان هاد الدجاج وحيدت منه العظام. كيف ما قلت لكم هذا الدجاج بزاف يعني راه شاط ليا.
وهذيك لاصوص اللي بقات ليا من الفرن شوفوها نحطها مع اللوز. اللي ما بقاتش ليه لاصوص في الفرن يدير داك الزيت اللي شاط ليه من الكوكوط، ولا يدير شويه ديال الزبده اللي بغا يدير. الا لاحظتوا هنايا راه ما درتش الزيت بزاف، ما درتش الزبده بزاف. الدجاج محيده ليه الجلده، يعني الواحد ما يبقاش يحاول ينقص من الزيوت ومن جميع الوصفات المغربيه. بعض المرات يكونوا فيهم الزيوت بزاف والزبده والدهون. وبهالطريقه هذه دابا تشوفوا غادي تاكلوها، توليو تاكلوا جوج ثلاثه بلا ما تحسوا بداك القهمه ان شاء الله. يعني علاش؟ لحقاش نقصنا من الدهون. وهنا قدامكم ما درتش الزيوت بزاف، ما درتش الزبده بزاف، وغادي ثقوا بيا غتكون بسطيله زوينه بزاف. غتلاحظوا المذاق، يعني نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله. وكنتمنىكم تجربوها باش تحسوا بهادشي اللي كنقول لكم. هنايا درت كيف ما كتشوفوا، درت هادو القوالب ديال الكوب كيك، هادو زوينين. يعني الا ما عندكمش هذا حاولوا ديروا في شي قالب اللي يكون هكذا صغير ديال باش يجوكم قد ما قدرتوش تقدروا ديروها غير في شي قالب ديال بلاستيك ولا شي حاجه حتى تدوروها وتقادوها وخرجوه من داك القالب ديال البلاستيك وحطوه في اللاطه وغدهنوه وغتخرج النتيجه كما هي. هاد القوالب هادي دابا ولاو كاع الناس عندهم، الوليدات الصغار كيبغيو هذيك البان كيك، الكب كيك سمحوا لي. شوفوني مني درت هاد الطبقات ديال ورق الفيلو اللي هو ورق البسطيله، ما دهنتش ما بيناتهم. علاش؟ لان هاد الورق هذا ما محتاجاش انني ندهن، غادي تزيت ليا بزاف. درت 4 طبقات لانه رقيق. اللي عنده البسطيله يدير 2 طبقات ديال البسطيله ويدهن. كل واحد كيعرف البسطيله بعد من كيشريها، بانت لك ناشفه غدهني الزبده. وغنديروا الطبقه الاولى اللي هي الدجاج، والطبقه الثانيه اللي هي البصل والبيض، وغتحطوا بحال هكا شويه ديال اللوز وغادي تسدوها بهذه الطريقه هذه اللي طريقه زوينه بزاف. انا كنصحكم انكم تجربوها وديروها على شكل دائري في الطبسيل ديالكم. ودابا تشوفوا حتى ضيافكم غتعجبهم الحال انهم يهزوا وحده وحطوها في الطبسيل ديالهم وياكلوها. احسن ليهم انك تقطعي وكيبقى، يعني انا ما كنعرفش كيفاش كياكلوا الناس ديك البسطيله الكبيره. يا كتاكلها بالفورشيت، يعني ما كتاكليش كلشي، اما كتاكلي الحشوه اللي لداخل واما كتاكلي ورقه البسطيله بوحدها. بهاد الطريقه هذه كتاكلي كلشي، يعني كتجيك ديك النكهه ديال ورقه البسطيله مخلطه مع الخليط اللي هو هكذا طبقات. ثقوا بيا ان شاء الله. انا متمنيت هاد الوصفه توصل، هاد الطريقه توصل لبزاف الناس، وبزاف الناس يبارطاجيوها وتعم الفائده. وحتى انا القناه ديالي زعما تكبر بهاد الطريقه هذه. شفتوا كيفاش سديتها؟ حطيت كل وحده وحده وكندهن بهداك الزيت اللي بقى ليا في الكوكوط، اللي بقى ليا في الخليط ديال البيض والبصله. الا ما بقاش لكم بزاف ديروا الزبده ذوبوها وهكذا وبركوا عليها باش كتقاد هذيك الدائره ديال البسطيله. غادي نكمل الخليط ديالي كامل. تقريبا عمرت ليا اللاطه كامله بهذا الشكل هذا. غادي نبدا معكم غير هذه دغيا باش تشوفوها، وغادي تشوفوا كيفاش الشكل النهائي زوين بزاف. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ويرقكم، وما تنسونيش بالابوني. ما تخرجوش بلا ما ديروا ابوني، وما تخرجوش بلا ما ديروا لايك، وخليوا لي كومونتير انا غادي نقراه. اللي خلى ليا شي كومونتير غادي نقراه وغادي ناخذ واحد البليزير انني غادي نجاوبه ان شاء الله. غادي تكملوا بهذه الطريقه تتعمروا وغادي تقدموها في شي طبسيل زوين كيف ما بغيتو، مربع، دائري، طبسيل ديال الطوس كبير. تقدروا ديروا بزاف وتحطوا تدوروه على الطبسيل، دردروا فيه سكر كلاصي، تزوقوا كيف ما بغيتو، ديروا فيه بيض السمان، ديروا فيه دوروه بالتمر للمناسبات. وانا اليوم درت هاد البسطيله اللي حقاش كاينه واحد المناسبه
هي ان الاخت ديالي ولدات ان شاء الله. الله يدخل ليها هاد الزياده هذه بالصحه والسلامه. وبغيت ندير شي حاجه نفرح معاها. درت اليوم البسطيله، زعما في خاطرها هي. ان شاء الله تكون تسمعني، وان شاء الله كنتمنى لها غير الخير ان شاء الله. آه، ان شاء الله دابا ندير فيسا بهذه المناسبه بحول الله. هاكا غنكمل البسطيلات ديالي كامل كيف ما قلت لكم. تقدروا ديروا بهم بزاف الديكورات، هاد الصغيورين هادو تقدروا فيهم بزاف الديكورات بالنسبه للمناسبه اللي عندكم الدراري الصغار. تقدروا تحطوهم في كويغطات ديال الكب كيك، وتحطوهم بحال هكذا مع الكيش مع البيتزات، وتيجيو واحد الكوتي زوين للدراري الصغار في العيد ميلادات. وهذا انا دغيا غنحطهم في هاد التبصيل غير باش نوريكم كيفاش خرجوا. حطيتهم حقا في الفران على مده يعني حتى يتحمروا كل واحد والفران ديالو تيتحمروا. ان كلشي طيب خاصهم غير يتحمروا. حطيت عليهم سكر كلاصي، وحطيت عليهم شويه العسل، وحطيت فوق منهم رقائق تاع اللوز. والديكوراسيون راه كل واحد وهو حر في الديكوراسيون ديالو. ومن بعد قدمتهم ليكم نتوما على هذا الشكل، على اتاي، وحطيته في هذا الطبسيل